اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي خفاف الدين. إذا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تضغطوا على الجرس وتدعموني بلايكاتكم وكومنتاراتكم باش يوصلكم كل جديدي، وتشجعوني بالطبيعة باش نكمل فيديوهات أخرين إن شاء الله. بالنسبة للفيديو متاع اليوم حاجة متاع هكا بلاش اللحم، خفيفة سهلة بنينة سريعة زادة، متاع إنسان صايم قام آخر دقيقة باش يعمل شوية شوربة، وشهوتي هي الأكثرية الخبز السخون طايب في وقته. باش نعمل هنا شوربة متاع عدس أحمر. جربوها بالطريقة هذه، منعرفش كل واحد عنده طريقته. أنا نسوتي البصل نذبلو شوية مع الكرافس ومع السفنارية، ومن بعد كيف نحط عليه العدس الأحمر. العدس الأحمر أنا نفخته، ساعات ما نفخوش، أما كي نفخو شوية يتيب فيسع كيما تراو هكا. سوتيتهم بالكدا مع شوية كركم وشوية ملح، ما حطيتش حاجة أخرى. وبعد ما صبيت عليهم الماء سخون يغلي، الماء سخون بالكدا باش العدس متاعي ما يسيبش القشرة هذيك، يعمل قشرة وحدها. وقت اللي طابوا فوحت بالطماطم، حطيت الطماطم ماهيش كونسونطري، اذا كنت تحطوا طماطم كونسونطري حطوا مغرفه صغيره ما تكثروش، مغرفه بركه معناتها ما تجيش راهي مطمطمه برشا. حطيت شويه فلفل زينه، وانا حبيت هنا نحرحرها شويه بشويه هريسه عربي، سينو ما تحبوش ما تحطوش هريسه عربي ما تحطوش. باش نزيد في الاخر بالكل الثوم والتابل وكرويه نحطهم في الاخر. انا ما صورليش هنا التليفون، لكن راني باش نضيفهم في الاخر التابل وكرويه والثوم، يبان الشوربه نتاعنا بالكدا. غادي تقريبا الشوربه نتاعي قريب التيب. بعد ما طابت انا فوحتها، قلت برا انا عندي مرقه ديجا يلزم معاها خبز، والحقيقه الاكثريه خاطر شريت خبز سخون. خذيت صحفتين لهنا سميد ارطب، حطيت عليهم المره الاولى صحفه ماء فيها مغرفه خميره فوريه، والا كما هذه انا عندي 25 غرام الخميره المعجونه، خليت اقل من شطر شويه، مع مغرفه سكر في ماء عادي ماهوش بارد برشا، ماء دافي عادي. خلطهم مليح وزدت صحفه اخرى ماء، معناتها كيلتين ماء كيلتين سميد المره الاولى، والا زوز كيسين ماء زوز كيسين سميد، باش نخلطهم باش يكون القوام نتاعهم راهو معناتها تتلصق برشا، غير بركه بالكوانتوات ما تبانش مرخوفه على الاخر. باش نحط لهنا تقريبا من مغرفتين متوسطين ولا مغرفه كبيره زيت زيتونه، باش يخلينا الخبز نتاعنا يجي طري، وفي نفس الوقت الزيتونه راهو يبن كيما تراو لهنا، جست باش نلمها هكا هاو تبدا جاريه، راه هذاك القوام نتاعها المره الاولى. باش نلمها وتلفوها تغطيوها بمنديله، تلفوها في ساشي مع تغطيوها، المهم تغطيوها بالقدام تخليش يدخلها الهواء، وتخليوه اذا كان الدنيا سخونه برشا ربع ساعه ماكسيموم، الدنيا بارده نص ساعه. انا لهنا خليتها تقريبا 4 دراج بجنب الشوربه، ديجا حطيتها المره الاولى خاطر الغاز غاديك البلاصه ديكا سخونه. لهنا الشوربه متاعي طابت، شوفوا القوام متاعها كيفاش ما فيهش برشا ماء. حطيت راني لهنا التابل والكارويه والثوم كما قلت لكم ما صورليش، وزدت لهنا في الاخر النعناع حطه ورميته في الاخر بالكل، وطفيت الغاز راهو يبننها على الاخر. الشوربه جات بنينه قد ما نقول لكم بنينه، ما تصدقونيش ما فيهاش لا لحم لا حتى شيء. حطيت الخبزه فوقها باش زدت خمرت لهنا كما قلت لكم بعد 20 دقيقه. خذيت صحفه فارينه بنفس الصحفه وبديت نضيف فيها بشويه، حطيت كيف مغرفه صغيره ملح، ما حطيتش الملح المره الاولى باش الخميره تتفاعل مع تنجموا تحطوها راهو المره الاولى، اما انا ما حطيتوش المره الاولى، حطيته لهنا مع الفارينه. نفس الصحفه اللي كيلت بها السميد باش نبدا نضيف فيها بشوي. انا ضفت صحفه كامله، انتم تنجموا تستحقوا اكثر كما تنجموا تستحقوا اقل، انتم نوع الفارينة اللي عندكم ونوع السميد بتبيعوا الاكثرين نوع الفارينة، خاطر فما فارينة ما تشربش، فما فارينة تشرب. باش نعجنها لهنا تقريبا 5 دقائق على البلان دو ترافاي، 5 دقائق. اذا كان حسيتوها لهنا يابسه زيدوها كل مره هكا بشويه ماء، طريوها بالماء، يلزم تكون القوام تاع العجينه كيما هكا طري، انا ما زدتهاش الماء. قوام هذا اللي حاجتي به طريه وما تتلصقش راه، لكن طريه. ندهن البول متاعي بشويه زيت وندهن العجينه ونخليها جست ما نحضر ننظف البلون دو ترافاي ونحضر شويه الزيت ونشكلها، ما نخليهاش برشا تقريبا 4 دقائق خليتها. نجموا تشكلوها ديريكت راه ما فماش حتى مشكل، المهم قبل ما تحلوها بعد ما تعملوها تشكلوها كعبر، قبل ما تحلوها تخليوها ترتاح سينو ما تطوعكمش. لهنا باش نشكلها 3 خبزات كبار، معيش نقعد نطيب برشا معناتها. 3 خبزات كبار جاوني وخبزه صغيرونه، قعد لي شويه عجينه عملتهم خبزه صغيره.
باش نحط على ورق الطبخ اسهل لي في الهزين وفي كل شيء. نجموا تحطوا على منديل نظيفه، تحلوهم تحطوا على منديل نظيفه، تحطوا شويه فرينه تحلوها على البلون الدرافاي نتاعكم وتحطوا على منديل نظيف عليها شويه فرينه باش ما تلصق لكمش، ومن بعديك طيبوها عادي. اما انا بورق الطبخ الناس اللي معناتها مش مساسه بهزين الخبز والا تخاف تحلها الخميره ولا ديما الورق الطبخ يعاونها راه يسهل عليها. لهنا باش نغطيها في المرحله هذه نخليوها تخمر، خليوها يتضاعف الحجم نتاعها، لكن ما خليوهاش تخمر برشا. اذا كانت تخليوها تفوت في الخميره كي تهزوها تطيح الخميره نتاعها وتجيكم جويده، ما تجيكمش منفجه، ما تجيكمش هكاكا من داخل فارغه وخفيف وطريه وخفيفه، ما تجيكمش هكاك اذا كانت تخمر برشا. لهنا بعد ما خمرت باش نحطها في الورق مع ورق الطبخ معناتها، وبعد نجبدو بعد ما تطيب شويه تشيح. شوفوها شاحت من فوق نقلبوها. بالنسبه لي انا حبيت نطيبها في الطاجين هذايا، عندي برشا من اللي جبته معايا طيبت فيه مره بركه حرق لي، ما عادش نحب نطيب فيه. حطيت تحته المقله ديك الخشينه والا الطبق نتاع الملاوي اللي نطيبوا عليه الطاجين نتاعنا ذاك نطيبوا عليه الملاوي وتحطوه تحت الطاجين هذا باش السخانه تتوزع على الطاجين الكل وفي نفس الوقت ما يحرق لكمش الخبزه. بالطبيعه نسخنوه بالكدا الطاجين المره الاولى، ومن بعد نحطوه على نار متوسطه. شوفوا لهنا كيفاش طابوا جاو ما شاء الله. تنجموا تكملوا طيبوهم الكل، وبعد الجناب هذوكم البيض تحطوهم الكل تحمروهم كما هكايا في الطاجين. كل ما تحطوا 3 وتبدأ تدوروا فيهم كما انا لهنا حمرت هذوما زوز مع بعضهم وكملت طيبت الخبزه الاخرانيه ديجا الصغيره هذيك. الشربه متاعي هذه حضرت جات نودكم ومنشهيكم بنينه بنينه قد ما نقولكم بنينه بنينه على الاخر. مساسه نرحي انا معناتها كي تبدا حاجه فيها دبابش والا مينسترا والا برود الحاجه نرحي خاطر الصغار ما يحبوش الحاجه هذيك. العدس هذايا الاحمر ما يبانش طاب على الاخر والله يكليوها وعجبتهم من غير ما رحيتها. هذوما الخبزات متاعي. بالطبيعه الخبزه تلفوها بعد ما طيبوها تبرد شويه بركه، ما تحطوهاش فوق بعضها تعرق، تلفوها بمنديله باش تطرى خاطر من الاول تبدا القشره يابسه شويه وبعديك تولي طريه. شوفوا قداش طريه قداش فيها نقب خفيف من داخل، خفيفة خفيفة وبنينة ما نحكي لكمش. والريحة ما شاء الله، ريحة الطاجين كيفاش في الدار محلاها. تعرفوا عدا واحد يبدا صايم والريحة كلها تبدا بنينة. جيت رين ودكم ومنشهيكم بصحفتين سميد وصحفة فارينة. عملت تقريبا هذوما 3 خبزات كبار وخبزة صغيرة، تجبوا تعملوا من 4 ل5 خبزات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم، وما بقى لي كان باش نقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونتقابلوا في فيديو اخر ان شاء الله وبسلامة.